إن شاء الله. نعود إذن بدورنا إلى الحي الثقافي قطر. مشاهدينا في العاصمة القطرية الدوحة، زميلنا محمد المري يتابع أجواء الاحتفالات والاحتفاءات بنجاحاتنا العربية من هناك. محمد، إليك. اهلا لينا، عوده لكم مشاهدينا الكرام من نافذتنا من منطقه كتارا. الان سنلتقي مع رحالتين يمنيين داء من اليمن، من صنعاء الى الدوحه على الدراجه الهوائيه. معنا الاخوين عمار العنسي وعمر العنسي. حياك الله يا عمار. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ويعافيك. الله يحييك. عمر، كيف الحال يا بطل؟ الحمد لله. طبعا عمر مشاهدينا الكرام عمره 12 سنة وقطع مع أخيه مسافة طويلة جدا. عمار، كم تجاوزت تقريبا هذه المسافة من صنعاء إلى الدوحة؟ 2200 كيلو. 2200 كيلو. كيف جاءت الفكرة؟ والله كانت بداية الفكرة عبارة عن مشي على الأقدام، ولكن ضيق الوقت ما سمح لنا الفرصة، فحبنا للدراجات واستخدامنا لها بكثرة في الروتين اليومي، ففكرنا فيها. كانت فكرة جميلة، فاخترنا الدراجة الهوائية أفضل. طيب عمر، كيف طرح الفكرة عليك عمار؟ أكيد عمار هو طرح الفكرة عليك، ولا أنت اللي يعني شددت الهمة اللي تسافر معه؟ والله أنا اللي شجعت الفكرة أصلا. أنت اللي شجعت عمار؟ نعم. طيب أنت ما كنت خايف من خوض تجربة دراجة هوائية على طريق طويل جدا، ما تعرف الجوانب الأمنية، الأكل، الشرب، المبيت؟ بس ما تعرف، يعني جاهل ما يعرف شيء. جاهل. يعني هي مغامرة وخضتها، الحمد لله توفقت فيها. نعم. الحمد لله. عمار، عمار، رحلتكم تقريبا كانت شبه مجهولة، كثير من الناس ما سمع عنها. يعني احنا كإعلاميين وكناشطين في السوشيال ميديا لم نسمع عنكم أبدا إلا قبل مجيئكم تقريبا ب3 أيام أو 4 أيام. قيل لنا أن هناك رحالين عربيين يمنيين قادمان من صنعاء إلى الدوحة، لم يعلم بهم أحد. طبعا قبلكم كان هناك رحال سعودي ملأ الدنيا ضجيجا منذ تحركه من الدقيقة الأولى من جدة إلى أن وصل الدوحة، ولا يزال يعني يملأ الدنيا ضجيجا. أنتم على الصامت، ماذا حصل معكم بالضبط؟ والله الرحلة هي كانت عبارة عن مبادرة شخصية، فما كناش مدعومين من جهة حكومية أو شيء. ما تحدثتم مع أي حد في اليمن؟ لا، ما كانش. مؤسسات، شركات؟ لا، كان في مجرد أشخاص معينين وأقدم لهم خالص الشكر، هم اللي كانوا السبب الوحيد في بداية انطلاقتنا، في دعمنا في البداية. فحصلنا على تغطية إعلامية عند وصولنا في مارب من قبل مكتب الشباب والرياضة. فبعدين تحركنا أو وصلنا إلى منفذ الوديعة. طبعا حصلت هناك توقف وعرقلة تقارب 8 أيام، بس من أول ما دخلنا على السعودية، المملكة العربية السعودية، خلاص انقطع علينا الإعلام، انقطع علينا كل شيء، بالرغم أن احنا كنا ننشر، كنا نعمل كل شيء، ما عاد كانش في أي متابعة. فمشينا وواصلنا رحلتنا إلى بال ما التقينا بهذا المنشور اللي كان واحد سنابي مشهور، وهو اللي وصل للأغلبية. نعم. يعني قريب من الدوحة هنا كمان التقى معكم ونشر في السناب تبعه، فهنا عرفت الناس عنكم. أكيد. نعم. ما تعرف هو مين؟ لا، ما نعرفه والله. نتمنى نعرفه. إن شاء الله. عمر، يعني أنت شاب صغير ومنطقة جبلية في المناطق، أنتم طبعا أبناء الجبل ما في شك، لكن في المنطقة الجبلية، منطقة هذه اليمن تعرفوها بس جنوب السعودية ما تعرفوها. كم مرة حسيت بالخوف؟ والله يعني الطريقة دي له صعوبة. هو طريق شرورة إلى نجران. هذا أصعب شيء، من شرورة إلى نجران. نعم. طيب جبل وإيش؟ كنا نوقف الساعة، كنا ندهفها في الطلعة. ندهفها ورجع ننزل. الطريق الصحراوي. ما شاء الله ما شاء الله. عمار، كيف وجدت الدوحة والاحتفالات في كأس العالم ومشاركتكم أنتم كرحالين يمنيين؟ ما هي الانطباعات الأولية؟ والله قطر جميلة واستضافة المونديال أجمل،
فما يزيد الجمال إلا جمالا. فجمال الدوحة وروعة استقبالنا والأشياء الكثيرة اللي نواجهها داخل الدوحة يعني شيء خيال، يعني غير متوقع. يعني حتى لما نشوف القنوات غير يعني عن الواقع. الواقع مختلف جدا، اللي في القنوات ولا 1% من الواقع، خيال جدا. والله الأمير حفظه الله أنه أبدع بشكل وأثبت وجود قطر كدولة عربية، وإحنا جدا نتشرف بهذا الشرف. حياك الله يا عمار العنسي وعمر العنسي، رحالين يمنيين وصلا إلى الدوحة من عدة أيام. نشكرهما هذا الحضور، ولكم أيضا مشاهدينا الكرام، وننتقل إلى استوديونا الرئيسي. يعطيك صحة محمد، وشكرا لضيوفك. شكرا لك محمد.